هذه البلاد. أما خليفة المسلمين ففي المدينة المنورة. قالوا لا نعطي المفتاح إلا لمن تنطبق عليه الصفات الموجودة في كتبه. فجاء سيدنا عمر بعد أن وصله الخبر من المدينة المنورة إلى القدس يركب على الراحلة، يعني على الجمل. هو وخادمه. كيف أمضى الطريق؟ يركب هو قليلا ثم ينزل فيركب الخادم ثم يمشيان لتستريح الراحلة ثم يتناوبان. وصل سيدنا عمر إلى بلاد الشام، استقبله سيدنا أبو عبيدة وأهل الشام عمر. ثم بعد ذلك قال سيدنا أبو عبيدة إن القوم ينتظرونك ليعطوك مفاتيح بيت المقدس. فقال سيدنا عمر هيا بنا. فسيدنا أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين إن القوم ينتظرون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، أستذهب إليهم بهذه الملابس؟ سيدنا عمر أخذ بتلابيب سيدنا أبي عبيدة وقال أوه يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لأوجعت ظهره جلدا. إننا قوم أعزنا الله بالإسلام. شو عطيه ملابس وأواعي ومظاهر؟ إننا قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا أيها المسلمون استفيدوا. هذا سيدنا عمر. هذا سيدنا عمر. فذهب سيدنا عمر مع سيدنا أبي عبيدة وقالوا جاء أميرنا، فأطل القساوسة والرهبان نظروا إلى عمر وعدوا الرقع الموجودة في ثوبه، لأن ثوب سيدنا عمر كان مرقعا. لماذا كان مرقعا؟ يسألوني لماذا كان مرقعا؟ لأن كل مال كان يأتيه كان ينفقه على المسلمين. كان يؤثر المسلمين على نفسه حتى بثوب جلد لم يأثر. رأيتم؟